مصر صرفت تعويضات بقيمة 3 مليون دولار لأسر الجنود الإسرائيليين قتلى وقاعة الحدود. ده خبر مضروب. طب ايه اللي حصل علشان محدش يضحك عليك؟ في كذا دليل على انه خبر مضروب، زي ان الصوره اللي منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر بتنسب التصريح للمتحدث باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي، وبتتابع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مش هنلاقي اي تصريح بيحتوي من قريب او بعيد على الخبر ده. الخبر ده اتنسب لقناه الجزيره مباشر مصر، وبتتابع الحسابات الرسميه للقناه ما تمش رصد الخبر نهائيا على اي من حساباتها. وبفحص الصوره اللي اتنشرت مع الخبر ظهر انها بتحمل علامه مائيه خاصه بمؤسسه ثانيه ملهاش علاقه بالجزيره ولا اي مؤسسه موثقه. وبتتابع الخبر كمان طلع ان اول واحد نشره هو الصحفي مهدي مجيد، واللي بيعلن عن نفسه انه صهيوني وبيهجم دايما على الدول العربيه وخصوصا مصر، فواضح انها حمله ممنهجه. وشارك فيها الصحفي الاسرائيلي والمدون الشهير ايدي كوهين المعروف بعدائه للدوله المصريه. تبكير صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الاضحى المبارك. ده خبر مضروب. والحقيقه وضحتها وزاره الماليه في بيان، وقالت ان صرف المعاشات بالزياده الاخيره هتبدا السبت 1 يوليو 2023. مهم برضو تعرفوا ان الهيئه القوميه للتامينات والمعاشات هتبدا في صرف معاشات الفئه الاولى المستفيده من الزياده الجديده اللي بتبدا من 1300 جنيه حتى اقل من 2300، وده هيكون السبت 1 يوليو 2023، وهيتم استكمال الصرف حتى 6 يوليو 2023 علشان تقدر الهيئه تصرف كل المعاشات. شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير جالها عرض سعودي رسمي للاستحواذ على 70% من أسهمها مقابل 400 مليون دولار. ده خبر ما حصلش. والحقيقة كشفتها الشركة اللي نفت الموضوع بشكل قاطع. شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهي شركة مساهمة مصرية تابعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991. هدم مئذنة التربة السلطانية الموجودة بجبانة القدرية في السيدة عيشة في القاهرة. ده خبر ما حصلش. الحقيقه وضحتها نيفين العارف المستشاره الاعلاميه لوزاره السياحه والاثار، واكدت ان الاخبار دي غير صحيحه، وشددت على انه مفيش اي نيه لهدم المئذنه، وقالت كمان ان السقالات الموجوده والمحيطه بالمئذنه لدراسه الحاله الاثريه ليها. ظهور تعبان اناكوندا طوله اكتر من 15 متر في قريه ابو دراس بمركز فوه في كفر الشيخ. ده خبر مضروب. والحقيقه كشفها الدكتور محمد بشاره مدير مديريه الطب البيطري في المحافظه، واللي نفى الموضوع تماما، وقال انه تم تشكيل لجنه للتعامل مع الموضوع وما تمش رصد اي تعبان، وقال كمان ان اهل القريه اكدوا ان محدش فيهم شاف التعبان ده. استغلال مدرسه تحت الانشاء في العاشر من رمضان في ممارسه اعمال منافيه للاداب وتعاطي مواد مخدره. ده خبر مضروب. وكل الكلام اللي اتنشر ملوش اساس من الصحه. ووزاره الداخليه وضحت ان المتابعه الامنيه للشخص اللي نشر الخبر على فيسبوك اقر بان حد من سكان الحي اتضرر من استغلال المدرسه في تجميع القمامه، ونفى وجود اي اعمال منافيه للاداب او تعاطي مواد مخدره فيها.